اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهاردة كيكة الشوكولاتة، سهلة وسريعة وجميلة وببيضتين بس. بنعمل 6 أطباق زي ما حضراتكم شايفين. طبعا بنعمل الكيكة في الأطباق وبتطلع معانا تحفة، وهوري لحضراتكم هنعملها ازاي. وبنعمل كمان صوص الشوكولاتة في البيت، سهل وجميل وكله في الخلاط وبمكونات كلها على قد الإيد، وبتطلع معانا الكيكة تحفة وسهلة وجميلة وهتعجب حضراتكم جدا. وطبعا الصوص ده بعد ما بيخش التلاجة بيتماسك زيادة وحلو قوي قوي. هوري لحضراتكم هنعمل الحاجات دي ازاي. يلا مع بعض نشوف الكيكة الأول بتطلع عاملة ازاي. هشة جدا وغرقانة بالصوص، وما شاء الله بتطلع حلوة قوي قوي. شايفين حضراتكم؟ طرية جدا وهشة، عاملة زي الكيك الإسفنجي وغرقانة صوص. يلا بينا نشوف المقادير. ببيضتين بس، معانا بيضتين وكوباية لبن وكوباية سكر وكوباية زيت بالمج العادي بتاع الشاي، وكوبايتين دقيق ونص كوباية كاكاو ونص معلقة بيكنج صودا ونص معلقة ملح أو رشة ملح ومعلقة كبيرة خل. بننخل الدقيق، بنجهز مكونات الجافة الأول. بننخل الدقيق عشان ندخله هوا، ونحط طبعا نص كوباية الكاكاو عليه، ننخلهم مع بعض. بننخل كويس جدا، ممكن تنخليه مرتين أو 3 عشان تدخلي له كمية هوا أكتر. ولو في أي تكتلات بمعلقة كده بظهر المعلقة، وبننزلها كويس من المصفى. ننخل كويس جدا ونحط عليه نص معلقة بيكنج صودا ورشة ملح، وبنقلبهم كويس جدا مع بعض. ودي المكونات الجافة في طبق لوحدها. بنقلب كويس الخليط مع بعضيه عشان يبقى مختلط كله مع بعضيه، الدقيق مع كل حاجة. وطبعا بننزل بكيس بيكنج باودر، كيس كامل من البيكنج باودر، وبنقلبه مع المكونات الجافة. هنقلب كويس لحد المكونات ما تختلط. وفي بولة واسعة بننزل ب2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة، وننزل عليهم بكيسين فانيليا أو نص معلقة فانيليا أو فانيليا سايلة، ونص معلقة خل كبيرة أو معلقة صغيرة من الخل، وكوبايتين اللبن. وبنقلب كويس بالمضرب. طبعا اللي عايز يعمل في الخلاط عادي جدا، بس انا عملتها بالمضرب عشان تبقى سهلة على حضراتكم، وبتطلع معانا تحفة ما شاء الله، مش لازم خلاط يعني. وبننزل بكوباية الزيت ونقلب كويس المكونات كلها. نفضل نقلب طبعا لحد السكر ما يدوب تماما والمكونات كلها تختلط. وبعد كده بنجيب المكونات الجافة، بننزل على المكونات السايلة ونقلب كويس لحد ما المكونات الجافة والمكونات السايلة يختلطوا مع بعض. بنفضل نقلب كويس لحد ما الدقيق كله يدوب معانا من فوق ومن تحت. وبنخلط المكونات مع بعضها كويس جدا بالمضرب اليدوي او بمعلقة. وبعد كده بننزل بنص كوباية، ربع كوباية مش نص، مية مغلية، وبنقلب كويس جدا. طبعا المية المغلية اول ما تحطيها بتقلبي على طول، وما تقلقيش مش هتعمل حاجة ولا هتسوي البيض ولا هتعمل اي حاجة. دي بتساعد ان البيكنج صودا يتفاعل. طبعا معانا بيكنج صودا وبيكنج باودر ومعانا خل. المية السخنة بتخلي الحاجات دي تتفاعل مع بعضها. بنقلب كويس لحد الخليط ما يبقى زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله، لا تقيل ولا خفيف. بندهن الاطباق بتاعتنا، الاطباق العادية الازاز بتاع الرز بلبن او المهلبية، بندهنها برشة زيت. وطبعا انا كنت محضرة طبق واسع كده ورا، قلت لو المكونات يعني طلعت زيادة هنحط فيه، بس هي المكونات جت على ال6 أطباق بالظبط. طبعا بنملى لحد نص الطبق بس عشان نسيب مساحة ان الكيك يرتفع معانا. بنملى نص الطبق ونسيب النص التاني وهتطلع معانا حلوة قوي ما شاء الله. طبعا انا مليت ال6 أطباق والطبق ده ما استعملتوش خالص، هركنه على جنب. بجيب صينية واسعة او اي حاجة واسعة واحط فيها مية مغلية. طبعا المية مغلية وبتطلع دخان اهي. بنحط بقى الاطباق في المية المغلية ومجهزين الفرن على درجة حرارة 180. بندخل الصينية على الفرن على طول على درجة حرارة 180، بتاخد نص ساعة بالظبط وهتطلع معانا زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. ما شاء الله حلوة قوي وهشة وقطمية ولذيذة.
اول ما بتطلع من الفرن بنطلعها من المية ومن الصينية. وعملنا صوص الشوكولاتة عبارة عن كوباية سكر، كوباية لبن، كوباية زيت، نص كوباية كاكاو، وعلى الخلاط بنخلط كل المكونات دي مع بعض في الخلاط، وبناخد منها ونحط على الكيكة بتاعتنا. طبعا حطيتها في حاجة ليها بوز كده عشان اعرف اتعامل كويسة جدا ما شاء الله. طبعا الصوص ده اول ما بيخش التلاجة بيتماسك عن كده وبيبقى حلو جدا. طبعا احنا حاطين كمية كافية جدا على الاطباق، وهي حلوة قوي 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 الكيكة ما شاء الله، هشة وقطنية وسهلة وسريعة، ومقادير كلها على قد الايد، وكمان الصوص سهل ولذيذ معانا ما شاء الله، وبيطلع معانا حلو قوي. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. شايفين الصوص جميل ازاي، ولسه يتماسك كمان، بيبقى حلو قوي قوي ما شاء الله. كمية حلوة قوي وعجبت الاطفال جدا، وحلوة قوي قوي، ومن ايديكوا هتبقى احلى واحلى، وبتطلع غرقانة معانا في الصوص، غرقانة في الصوص، وطعمها احلى من الجاتو ما شاء الله تبارك الله. حلوة قوي قوي قوي، وهتعجب كل اللي يدوقها. يا ريت لو عملتوها وعجبتكم تكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.